أول خطوة اعترف إن عندك النمط التجنبي من غير ما تلوم نفسك، لأن ده مش ضعف فيك، دي طريقة أنت اتعلمتها زمان علشان تحمي نفسك، بس دلوقتي أنت محتاج تغير الطريقة دي. تاني خطوة، لما تحس إنك عايز تبعد ما تجريش فورا، يعني خد نفسك كده واسأل نفسك هو أنت خايف من إيه بالظبط؟ أنت خايف من الرفض ولا خايف من الوجع ولا من القرب نفسه؟ تالت خطوة، حاول تعبر عن اللي جواك حتى لو بكلمة بسيطة، إنك تقول مثلا إنك زعلان أو متوتر أو مش قادر تتكلم دلوقتي، المهم ما تكتمش جواك. رابع خطوة، لو لقيت نفسك بتهرب ارجع خطوة كده وافتكر إن القرب مش دايما خطر، وأوقات بيكون فرصة إنك تتعافى وتطمن. خامس خطوة، درب نفسك على التواصل اللي فيه أمان خطوة بخطوة، يعني ما ترميش نفسك فجأة كده في علاقة ولا تعزل نفسك تماما، وممكن تبتدي بمساحات صغيرة من إنك تبقى قريب فيها من اللي حواليك، وجرب تبقى موجود فيها بشكل مستمر. سادس خطوة، خليك واعي إن التغيير النفسي ده بياخد وقت، مفيش هنا نتيجة سحرية، لكن في خطوات صغيرة بتتبني يوم بعد يوم. سابع خطوة، لما بتتعب أو بتقع ما تعتبرهاش نهاية، ارجع تاني وكمل، لأن التعافي من التجنب مش خط مستقيم، لكن ده طريق فيه محاولات كتير، والأكيد إن كل مرة أنت بتقرب من نفسك أكتر بتلاقي النتيجة أفضل.